يا أهلا بكل متابعين إيمان في كل مكان. وحشتوني قوي من الرواية اللي فاتت. جاية النهاردة وجايبة لكم معايا رواية جديدة. رواية النهاردة قوية جدا، من أجمل الروايات اللي ممكن تشوفوها. قمة الرومانسية. الرواية الحلوة دي باسم الكاتبة الجميلة شغف محمد. بجد رواية حلوة قوي، ومتأكدة ان كلكم هتحبوها. لكن قبل ما نبدأ رواية النهاردة، اوعوا تنسوا تصلوا على النبي وتفجروا زر اللايك وتشجعوني بالكومنت الجميل. يلا بينا نبدأ روايتنا. بنبدأ روايتنا ببنت كانت بتقول: يعني أنا هروح فين دلوقتي؟ خلاص هترمي كده في الشارع. ردت الدادة فاتن وقالت: معرفش، اتصرفي شوفي لك مكان تاني. أشوف مكان فين طيب؟ طيب خليها الصبح عشان خاطري يا دادة، علشان خاطري، أنا مش عارفة أروح فين. لا، انا ما صدقت انك تميتي 18 سنة علشان تخرجي. يلا بقى، انا عاوزة انام، ما تصدعنيش عقبال بقية الملجأ علشان يخرجوا وما اشوفش خلقتهم هنا تاني. ردت عليها قدر وقالت: طيب انا هروح فين دلوقتي؟ ماليش دعوة، مش شغلي. يلا بقى ما تصدعنيش، انا داخلة جوه. دخلت فاتن جوه في الملجأ، وسابت البنت اليتيمة قدر في الشارع، وما كانتش عارفة تروح فين. يا رب، وحياة حبيبك النبي خليك معايا، مش عارفة أروح فين دلوقتي. يا رب، يا رب. ونروح عند الطرف التاني. ملاك كانت بتقول لعادل: يلا بقى يا عادل، عاوزة أروح الفرح، علشان خاطري قوم البس بقى وتعالى معايا، ما أنا مش هروح لوحدي. لا، أنا مش هروح. عايزة تروحي خدي معاكي شريف أو رعد، إنما أنا مش رايح. بقولك إيه، فكك مني خالص النهاردة. يو بقى، انت عارف ان رعد مستحيل يجي، وانت عارف ان سي شريف لو جه بقى مش هيسيب البنات كلهم اللي موجودين في الفرح، وهيفضل يتكلم معاهم، وهيخلي شكلي وحش قوي قصاد الناس كلها. عادل، علشان خاطري، يرضيك يا عادل يبقى شكلي وحش؟ انت عارف ان شريف مفضوح. اوف بقى، قلتلك لا. دخل رعد وهو بيقول: عادل، قوم يلا روح مع اختك. هي يعني هتروح الفرح لوحدها؟ هي مش عندها 3 رجالة ولا ايه؟ فجأة قال عادل: طبعا، هي يعني هتروح الفرح لوحدها؟ بص، اكيد يعني اكيد انا هروح معاها، من عينيا الاتنين يا احلى اخت في الدنيا. جريت ملاك على رعد وبسته وقالت: هي اجمل رعد في الدنيا كلها، ربنا يخليك ليا يا رب. شفت دلوقتي قلب فرخة بلدي، من شوية ما كانش راضي يروح معايا، اول ما شافك قام اتنفض على طول. يلا يا قلبي روحي واتبسطي، بس قبل ما تخرجي امسحي اللي على وشك ده. انت حلوة من غير اي حاجة، انا ما بحبش الكلام ده، وانت عارفة كده كويس قوي. بحب اللبس المحترم وبكره المكياج بتاعكو ده تماما. بس بس يا أبيه، من غير بس. يلا يا لوكا، اسمعي كلام أبيه حبيبك، أنا عارف مصلحتك فين، واتبسطي. حاضر، حاضر يا أبيه. وراحت فعلا غسلت وشها علشان تروح الفرح. تعالوا نوقف هنا شوية. وده يكون رعد النصاري، 29 سنة، عينه زرقاء وشعره أسود، جسمه رياضي وطويل وعريض وأسمر اللون. أما ده يكون عادل، ويكون توأم رعد. رعد خرج قبله بدقيقتين 2، ويكون نفس شكله بس لون عينه سودا. أما دي تكون ملاك، الأخت الصغرى للرعد وشريف وعادل، من أم تانية عمرها 20 سنة في كلية هندسة. وده يكون شريف، أخوهم التالت. والتلاتة كانوا من كبار رجال الأعمال في الشرق الأوسط، عندهم شركة وهم التلاتة اللي بيدروها. ونرجع تاني القدر. كانت ماشية في الشارع ومش عارفة تروح فين، لقيت بنت ماشية مش عارفة توزن نفسها وكانت هتقع. قدر لحقتها: ايه ده؟ حسبي حسبي، انتي هتقعي، انتي مالك؟ انتي مين يا قمر انتي؟ ردت قدر: انا اسمي قدر. قوليلي انتي اكلة ايه كده؟ ريحة بقك مش حلوة خالص. هو انتي هاكلة ايه بالظبط؟ لا انا مش اكلة، اصلا انا شاربة. قدر كانت مستغربة وبعدين قالت: طيب قوليلي بقى، هو انتي رايحة فين في الوقت المتأخر ده؟ انا المفروض هروح للمعلمة، بس لو رحت من غير فلوس هتشلوحني ومش هتسيبني الليلة دي. قدر بعدم فهم: طيب تعالي اغسلك وشك. كان في كولدير في الشارع واخدتها من ايديها
علشان تغسل لها وشها علشان تقدر تفوق. وبعدين قعدوا هما الاتنين على الرصيف. الحمد لله انتي كده فوقتي. قوليلي، هو انتي اسمك ايه؟ انا يا ستي اسمي سوسن، وممكن تقوليلي يا سوسو. قدر قالت لها طيب يا سوسن، ايه بقى الكلام اللي انتي قلتيه من شوية ده؟ انا مش فاهمة حاجة. ردت عليها سوسن وقالت بصي يا ستي، انا شغالة في البار ولازم ارجع للمعلمة اللي مشغلاني، بس على الاقل ب500 جنيه، ومش عارفة اجيب لها الفلوس دي منين، ولو رجعت من غيرهم هتعمل معايا بلاوي. ايه ده؟ يعني ايه بار؟ انا مش فاهماكي، انتي بتقولي ايه؟ والله مش فاهمة. بقولك ايه، انتي عندك كام سنة يا قدر؟ انا انا عندي 18 سنة. اول ما قالت قدر كده سوسن قالت بينها وبين نفسها احي. هو انتي متأكدة؟ ايوه اكيد طبعا متأكدة. انتي بتسألي ليه؟ انا لو اخدت البت دي للمعلمة هتفرح مني قوي. يخرب بيتها، دي كلها انوثة وحلوة قوي، البت جميلة جمال. هو ده. ايه؟ هو انتي بتقولي حاجة؟ الا قوليلي يا قدر، هو انتي ليه ماشية في الشارع في الميعاد ده؟ الدنيا ليل وانتي حلوة كده. انا انا كنت في الملجأ علشان تميت ال18 سنة. الدادة فاتن خرجتني، وانا دلوقتي مش عارفة اروح فين ومليش اهل. يا حبيبتي، جيتي لاختك اللي هتشيلك فوق راسها. بقولك ايه، تيجي تعيشي معايا انا والمعلمة دي، هتحبك قوي. بجد شكرا قوي يا سوسن، مش عارفة اشكرك ازاي، بس خدي بالك انا مش بعرف اشتغل حاجة. تعالي. شغل ايه بس؟ ده انا هعيشك ملكة. تعالي بس معايا، تعالي. عند رعد كان بيصحي شريف. يا شريف، انت يا زفت، عندنا ميتنج مع الوفد الجديد، يلا يا ابني قوم. بقول لك ايه يا رعد، انا عاوز انام. روح انت، روح انت يا اشطر اخواتك. اما رعد بص له باستغراب وقال شريف، انت عارف ان انت نايم من امبارح؟ انت مجنون يا ابني، احنا قربنا نخليلك زي الفسيخ. بقول لك ايه يا رعد، انا مش طايق نفسي وعايز انام ومش فايق. انت هتقوم بالموضوع ده وزيادة. اوف، اعوذ بالله منك، ده انت كائن سمج. ونزل ركب عربيته وكان في طريقه للبار علشان عنده ميتنج مهم جدا مع الوفد الأجنبي. وبعدين في البار المعلمة كانت بتقول لسوسن اسمعي بقى، انتي برضو جايالي من غير فلوس، يبقى هتمشي من هنا خالص. اسمعي بس يا معلمة، انا جبتلك واحدة هتجيبلك في اليوم اكتر من 1000 جنيه. والله انا جايبها لك علشان خاطر عيونك الحلوين دول بس، وعلشان ما تزعليش مني. واحدة؟ واحدة من دي يا بت؟ يا ما جاب الغراب لأمه. سوسن طلعت بره واخدت قدر من ايديها ودخلت بيها الأوضة. المعلمة اتبهرت أول ما شافت جمالها. ايه ده؟ ايه ده يا بنتي يا سوسن دي؟ الجمال ده يا لهوي! انت يا بنتي جبتيها منين يخرب بيتك؟ ولا جايباها من انهي محل لعب دي؟ لعب ايه يا معلمة؟ ده طبيعي، زيها زينا. ولا هي مش زينا بقى ولا ايه؟ بس المشكلة ان هي خام قوي يا معلمة. لسه البت لسه بورقتها وعندها 18 سنة، يعني هو ده المطلوب. حلو قوي ده. وكمان كويس انها عدت السن، يعني كمان انها خام حاجة كويسة، يبقى نعلمها. يلا يا بنت روحي شوفي العروسة هتوم علشان تروح البار. متأكدة ان البت الحلوة دي هتجيب لنا فلوس كتير. اما سوسن قالت لقدر يلا يا حبيبتي تعالي معايا علشان نحضر الحفلة، بس المهم هجيبلك فستان علشان تلبسيه. ايه ده؟ الله، انتوا كمان عندكم حفلات زي عندنا في الملجأ؟ انا مبسوطة. اه، عندنا حفلات زي بتاعة الملجأ بالظبط. تعالي بس علشان اجيبلك فستان وبعدين ننزل على الحفلة بسرعة. وفعلا راحت معاها قدر ولبست الفستان اللي اديتهولها سوسن. واول ما خرجت الأوضة سوسن كانت مبهورة، ازاي هي حلوة كده؟ ايه ده؟ انت يا بنت بتنوري يخرب بيتك، هو في جمال كده؟ انت حتى مش محتاجة مكياج. لا، انا مش بحب احط المكياج، وانا بصراحة كده يعني حاسة ان الفستان ده مبين جسمي قوي. عادي عادي يا قمر،
هي الحفلة كده، لازم نلبس فساتين مكشوفة. لو لبستي حاجة مقفولة مش هيرضوا يدخلوكي أصلا. يلا بقى، انتي مش محتاجة كده أي حاجة خالص. في البار رعد كان قاعد في الميتنج. الصفقة دي بتاعتي أنا. رد عليه المترجم وقال: اهدى بس يا رعد بيه، هو بس ما قالش غير إنه هو كمان عايز الصفقة دي، وإنه ممكن يتفاوض معاك عليها. ما قالش أكتر من كده. أنا هعمل أي حاجة علشان الصفقة دي تكون بتاعتي. أنا ما بحبش الكلام الفارغ ده، وما بحبش الكلام وخلاص. أنا راجل أفعال. نزلوا البنتين البار. سوسن، هو أنا هعمل إيه هنا؟ بصي بقى، انت شايفة الناس الكتير دي؟ انت هتروحي لأي واحد منهم وتقولي له: هو أنا ممكن أقعد معاك يا بيه؟ بس، وتقعدي معاه. بس يعني هما مين دول؟ ويعني هيبقوا فاهمين وعارفين أنا قاعدة معاهم ليه؟ أيوة يا بت، هو ده الشغل. أي حاجة يقولك عليها تقولي له حاضر. قدر راحت قعدت جنب الوفد الأجنبي، وقعدت جنب واحد وقالت له: هو أنا ممكن أقعد معاك يا بيه؟ رد المترجم وقال: هو بيقولك إن هو موافق إنك تقعدي معاه. وفجأة لقيته قرب عليها وحط إيده على وسطها. إيه ده، لا لا لا، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ شيل إيدك من هنا خالص لو سمحت. قرب عليها رعد بعد ما كان شايف كل حاجة وبيقول: هو أنت أول مرة ليكي هنا ولا إيه؟ أصل أنا مستديم هنا ومشوفتكيش. إيه؟ يعني إيه؟ مش فاهمة. بس كده عيب وخلاص. ولو سمحت سيبني في حالي وملكش دعوة بيا. رعد بشك في البت دي، وكان حاسس إنها غريبة غير كل البنات، وكان لسه هيتكلم. قرب المترجم وقال: هو بيقولك إنه مستنيكي فوق في الغرفة 10 دقايق وتكوني فوق. ردت قطر: أنا هأكون فوق في الغرفة؟ غرفة مين؟ اللي انت عاوزاه كله هيتنفذ وهيحصل. 10 دقايق وتكوني فوق. ايه ده؟ أنا ليه مش فاهمة حاجة؟ وقالت له حاضر ومشيت وراه، وهي كانت خايفة وعمالة تبص يمين وشمال. أما رعد كان عمال يبص عليها ومستغرب، وكان باين عليها الخوف. لقى بنت واقفة جنبه وقال لها: تعالي معايا. وأخدها من إيديها وطلع بيها على الغرفة اللي جنبهم. أما قدر ابتدى يقرب عليها. إيه ده؟ إيه انت عاوز مني ايه؟ ابعد عني لو سمحت، وملكش دعوة بيا. هو انا بعمل ايه هنا؟ وانت عايز مني ايه يا سوسن؟ الحقيني. وفجأة لقيت صوت من ورا، وهو صوت رعد وبيزعق فيه ويقول: سيبها وملكش دعوة بيها، إياك تلمسها. لكنها حلوة كثيرة، كثيرا جدا. لكن هي مش من حقك، ابعد من هنا أحسن لك. ورعد أخدها من إيديها ومشي. لكنني سوف آجي مرة أخرى حتى أتذوق هذه الحلوى. سوسن، انت فين ده كله وسايباني لوحدي؟ تعالي الحقيني، حصل معايا حاجات كتير قوي عايزه احكيها لك. انا خايفه قوي يا سوسن. احم. خايفه من ايه بس؟ طيب، خشي جوه الاوضه وانا شويه كده وهجيلك. هي مالها البت دي يا سوسو؟ انا اول مره اشوفها هنا معاكم. شكلها جديده، وبصراحه شكلها خام قوي. احم. ها. لا. بس هي كده يعني، اصلها فقدت الذاكره يا بيه. اه، علشان كده تحس انها تايهه ومش فاهمه حاجه. قربت عليه سوسن وقالت: سيبك منها يا بيه وخدني انا بقى اللي هفيدك واجيب لك الخلاصه كلها. سيبك من البت الخام دي اللي ملهاش لازمه. لا، انا عايزه ادوق العسل ده. كانت رجعت تاني قدر وسمعتهم وهما بيتكلموا، وما كانتش فاهمه اي حاجه منهم. سوسن قالت لها تروح معاه، وكانت مستغربه. هو احنا هنروح فين دلوقتي؟ الوقت متأخر جدا. هنروح على البيت يا حلوة. ردت قدر: البيت؟ آه، هو أنت بقى تبع المعلمة. هو أنت اسمك إيه يا حلوة؟ أنا أنا اسمي قدر. الرعد كان بيقول: قولي لي بقى، هو أنت إزاي فقدتي الذاكرة؟ وإزاي عارفة اسمك؟ ردت قدر: ذاكرة؟ ذاكرة إيه؟ ما فقدتش حاجة، ما أنا كويسة أهو. إيه؟ أمال ليه سوسو بتقول كده؟ بتقول إنك فقدتي الذاكرة. أنا مش فاهم حاجة. آه، هي قالت لي إن أنا أقول كده علشان أنا مش عارفة حاجة ومش فاهمة أي حاجة. الرعد كان مش فاهم حاجة من كلامها. إيه؟
أنا مش فاهم أي حاجة. إزاي يعني؟ فهميني أكتر. طيب، هفهم حضرتك. أصل أنا كنت في ملجأ وخرجوني من الملجأ علشان تميت ال18 سنة. فضلت ماشية في الشارع مش لاقية مكان أروحه، وقابلتني سوسن وقالت إنها هتقعدني معاها عند المعلمة. يا ولاد آه طيب تمام، أنا كده فهمت الحكاية. هو أنتي بنت؟ طبعا بنت. أمال أنا ولد؟ إيه شايفني بشنبات؟ رد عليها رعد وقال لا طبعا ما أقصدش. أقصد يعني إنك أنسة. يعني إيه؟ أنا مش فاهمة حاجة. رعد فهم إن البنت خام جدا ومش فاهمة أي حاجة. أخدها على الفيلا الخاصة بتاعته. الله، إيه البيت الكبير ده؟ بيت حلو قوي زي الأحلام. تحبي تعيشي في البيت ده يا قدر؟ قدر فرحت جدا وقالت إيه ده؟ بجد؟ هو أنا ممكن أعيش في البيت ده يا بيه؟ ده البيت ده حلو قوي قوي. هتعيشي في البيت ده طالما انتي عاجبك، يبقى هتعيشي فيه. قدر كانت ماسكة بطنها وكانت بتوجعها جدا. مالك؟ بصراحة كده أنا جعانة قوي، ميتة من الجوع. دخل المطبخ وجاب لها سندوتش من التلاجة وحطه في الميكرويف وسخنه لها، وهي قعدت تاكل بشراهة جدا. وبعدين قالت الحمد لله أنا خلصت. رد رهد يلا تعالي بقى معايا فوق علشان يعني تغيري هدومك دي. ردت قدر بس أنا مش معايا هدوم علشان أغيرها. أعمل إيه؟ ما تقلقيش، في هدوم ليا فوق. خدي أي حاجة تيجي مقاسك والبسيها. أي حاجة تعجبك من هدومي تحت أمر سيادتك. وأخدها وطلعوا فوق. أنا بصراحة دورت في الدولاب بتاعك ده، لقيت فيه حاجات كتير قوي، بس مع الأسف كلها مش جاية مقاسي. انت كبير قوي. رعد أخدها من إيديها وكان بيقول تعالي أنا هجيبلك أي حاجة من دولابي. واداها قميص بتاعه ودخلت الحمام ولبست القميص، وكان واسع قوي من فوق وكان قصير من تحت، وكانت لابساه وخلاص. أنا مش عارفة، القميص ده واسع من فوق قوي وقصير قوي من تحت. قرب منها رعد وهو بيبلع ريقه. لا لا لا، ده هو كده حلو قوي يا قمر، جاي عليكي مظبوط. ايه مظبوط؟ طيب لو سمحت ابعد عني شوية. هو انت بتبصلي كده ليه؟ ادخلي اغسلي اللي على وشك ده. اصل انا بصراحة بكره المكياج. ردت وقالت مكياج ايه؟ انا عمري في حياتي ما حطيت مكياج ولا حتى حطيت روج. نعم؟ يعني انت طبيعي؟ ايوه، هي دي خلقة ربنا. معقول في جمال كده؟ لا كده كتير عليا قوي يا عمو، ممكن تبعد لو سمحت شوية. رد رعد وهو بيبصلها من فوق لتحت. ايه يا قلب عمو، بقولك ايه، ما تيجي بقى علشان ننام. طيب انا هنام هنا وانت هتنام فين؟ مفيش كنبة تانية في الأوضة، هنعمل ايه؟ شاور على حضنه وهو بيقول انتي هتنامي هنا في حضني ومش هسيبك ولا لحظة، هدفيكي في قلبي. لا يا عمو، ده كمان عيب برضو، وما ينفعش، ما ينفعش انام في حضن حضرتك. لا، شوف اي حل تاني. اصلا انا بصراحة بخاف قوي وانا نايم، علشان كده الدكتور قال لي لازم تنام جنب حد. طيب خلص ما تعيطش يا عمو وما تزعلش. حاضر، انا موافقة اني انام جنب حضرتك بس النهاردة بس. حاضر يا ستي، من عنايا الاتنين. وناموا هما الاتنين. اول ما طلع النهار الرعد كان عمال يتفرج عليها وكان بيقول بينه وبين نفسه ايه الجمال ده، انا سافرت كل بلاد العالم بس عمري في حياتي ما شفت زيك. بنت جميلة ورقيقة وخام جدا وطبع بوسة رقيقة على شفايفها. قامت قدر وهي مستغربة من اللي بيحصل وبعدين بتقول ايه ده، هو انت بتعمل ايه بالظبط يا عمو؟ بدوق يا قلب عمو. نعم، بتدوق ايه؟ بعدين هفهمك كل حاجة. يلا بقى علشان انا هنزل اروح عند اهلي وارجع اجيب المأذون. تمام؟ مأذون؟ مين المأذون ده؟ ده اللي هيخليني اتجوزك علشان تيجي تعيشي معايا عندي في الفيلا التانية بتاعت العيلة كلها. يعني انا مش هروح عند سوسن ولا المعلمة تاني، صح؟
انت عاوزة تروحي عندهم تاني؟ ردت قدر. بصراحة لأ، مش عايزة أروح عندهم تاني أبدا، وحاول ما تأخرش عليا علشان بخاف أقعد لوحدي. رعد قال لها حاضر يا ستي، مش هتأخر عليكي، وأوعدك إنك مش هتروحي لسوسن تاني. شكرا قوي يا عم رعد، أنا بجد فرحانة إني مش هروح عندهم تاني. بقولك إيه يا قدر، أنا عايزك تكتبي لي عنوان الملجأ، عايز بس أتأكد من حاجة. حاضر، هو الملجأ اسمه ملجأ الليل، وعموما يعني انت لو عايز ترجعني هناك مش هيرضوا يرجعوني. لا، ارجعك ليه؟ انت خلاص بقيتي بتاعتي، مش هتروحي الملجأ ده تاني. طيب، شكرا يا عمو. وراح فعلا رعد، وكان بيسأل على قدر، وبيسأل يا ترى كلامها صح ولا غلط. ولما دخل جوه اكتشف فعلا ان كلام قدر صح، وانها بنت محترمة جدا. صباح الخير يا شباب، عاملين ايه؟ وحشتوني من امبارح للنهارده. صباح الخير يا ابي، نورت البيت. ايه يا ابي، حضرتك كنت فين من امبارح؟ انا قلقت عليك جدا. انا كنت في الفيلا التانية، وبصراحة كده جاية علشان اقول لكم خبر مهم. جاية اقول لكم ان انا هتجوز. انا هتجوز النهاردة، وانتوا كلكم لازم تقفوا جنب اخوكم. انا ما كنتش بفكر في الجواز، بس البنت دي خلتني مش شايف غيرها، ومش عايزة اتجوز غيرها وبس. مش دي البنت بتاعت الوفد؟ بس يا بص، مش لدرجة انك تتجوزها، مش لدرجة الجواز يعني. كان ممكن تقعد معاها يومين. احترم نفسك وانت بتتكلم على مراتي. هو لحق قالك الخبر؟ كنت متأكد انه هيتصل بيك ويفهمك كل حاجة. رد عادل وقال عموما المهم راحتك يا بص، انا عن نفسي هروح اطلب المأذون. تمام يا عادل. وانت يا ملاك، انا عايزك تجهزي هدوم من عندك بس تكون مقفولة، تمام؟ انا هروح اجيبها واجي على هنا علشان نكتب الكتاب. حاضر يا ابي، طالما انت شايف ان ده الصح يبقى الف مبروك. طلعت جابت له الهدوم، وهي بتديها له قالت له ابي، هو حضرتك سألت على البنت دي؟ وحضرتك يعني متأكد انها كويسة، ومتأكد انك هتتجوزها؟ بصي يا ملاك، انت عارفة اخوكي كويس قوي، وعارفة انه مستحيل يقدم في اي خطوة غير لما لازم يكون متأكد منها ب1,000,000%. وبعدين انت عارفة اني كنت رافض فكرة الجواز. البنت دي غيرت كل حاجة. مبروك يا ابي. راح رعد على الفيلا التانية اللي فيها قدر، واول ما فتح الباب ودخل الأوضة لقاها قاعدة على الكنبة جنب الشباك. قرب عليها وقال هو انت قاعدة كده ليه؟ كأنك خايفة من حاجة. ردت وقالت بصراحة مش عارفة افتح الشباك، وحاولت افتح التلفزيون برضه مش عارفة، وكنت خايفة قوي اقعد في الفيلا الطويلة العريضة لوحدي. طيب قومي علشان تلبسي دول، علشان تيجي عندي البيت، وعلشان نكتب الكتاب. المأذون هيكون هناك. حاضر. لبست قدر، وكان بنطلون اسود، وبادي لونه ابيض في اسود، وشكله يجنن عليها. رعد كان سرحان فيها، فاق على صوتها وهي بتقول عمو، ممكن لو سمحت تسرح لي شعري علشان مش بعرف؟ أخدها على الكنبة وقعدها على رجليه، وابتدى يسرح لها شعرها، وطلع الاستشوار وابتدى ينشف لها شعرها بالاستشوار. كانت مستغربة ومش عارفة ايه ده. أبي، هو ايه ده؟ أنا أول مرة أشوفه. ده يا ستي علشان ينشف شعرك. إلا قوليلي يا قدر، مين اللي كان بيسرح لك شعرك في الملجأ؟ أنا اللي كان بيسرح لي شعري وواحدة صاحبتي اسمها تقى. أصل بصراحة كنت بخبي شعري بأي طرحة علشان فاتن ما تقصهوليش. وصل على الفيلا وهم في ذهول تام من جمالها. دول بقى يا ستي يكون اخواتي. اللي هناك ده شبهي بالظبط، بس اختلاف بسيط بيني وبينه. وده عادل، وده شريف، ودي ملاك. ايه ده؟ هأحي، هو في جمال كده؟ اتلم يلا، ما اسمعش صوتك تاني، دي هتكون مرات اخوك. أبي، هو أنت متأكد إن ده طبيعي؟ أنا حاسة إن هي مش طبيعية، حاسة إنها لعبة، هي بتتكسر. فضحتوني الله يعركم. بصي يا حبيبتي، دي ملاك الطيوبة الصغنونة بتاعتنا، وده يكون عادل، أما اللي في النص ده شريف الحيوان. ردت عليه وقالت له إيه ده؟ بس انتوا شبه بعض قوي، ده أنا مش عارفة أفرقكم من بعض. أيوة يا روح قلبي، أنا رعد. تعالي في حضني بقى، تعالي في حضني، أنا حبيبك.
أما بقى قدر خافت جدا وجريت على رعد واستخبت في حضنه. رعد طبطب عليها وحضنها جدا. ما تخافيش، ده هبل. وأخيرا تم كتب الكتاب، وكانت قدر بتدور على رعد. يا عم رعد، عم رعد، انت فين يا عم رعد؟ الجميع كانوا مستغربين لأنها بتقول عليه عمو. عم رعد، أنا هو يا حبيبتي، تعالي يا عسل، عايزة إيه؟ أنا عايزة عم رعد. أنت مش عم رعد، أنت بتضحك عليا. لا، مين قالك كده؟ أنا عم رعد بس لابس لينسز أسود. قدر رجعت لورا وفضلت تعيط. لا، أنت مش عم رعد، أنت بتضحك عليا. أنا عايزة عم رعد. يا عم رعد أنت فين؟ وفجأة انهارت في العياط. الجميع كانوا مستغربين. خلاص خلاص، الله يخرب بيتك، ده انت هتموتينا. ده هو لو جه وشافك بتعيطي هيقول اننا عملنا فيكي حاجه. بقولك ايه، اطلعي السلم ده وتالت اوضه هتلاقيها الاوضه دي بتاعت رعد، ادخلي له يا ستي. وفعلا طلعت وفتحت الباب على طول ودخلت. هو انا مش قلت يا حيوان قبل ما تدخل تخبط؟ وبص قدامه لقاها قدر. هو انتي؟ تعالي حبيبتي، نورتي غرفتك. الغرفة دي تكون بتاعتك، أقصد بتاعتي أنا وانتي. عجبتك؟ آه، حلوة، عجبتني قوي. قدر، انتي بقيتي مراتي. هو انتي عارفة يعني ايه جواز؟ ردت قدر. لا، بصراحة مش عارفة يعني ايه جواز. لازم يحصل حاجة بيني وبينك علشان تكمل الجوازة دي. حاجة ايه؟ مش فاهمة. أما تاني يوم الصبح صحي رعد من النوم وكان بيبص على قدر. قدر، صباح الفل. صباح النور يا عمو. عمو؟ بلاش عمو دي بقى، أنا جوزك، قوليلي يا رعد. بس حضرتك أكبر مني فلازم أحترمك وأقولك يا عمو. لا، أنا جوزك، يعني هو ينفع بعد اللي حصل بينا امبارح ده تقوليلي يا عمو؟ قدر وشه أحمر جدا. على فكرة، أنا يعني جعانة قوي، يلا علشان ننزل ناكل. وبصراحة كده أنا مش عايزاك تسيبني لوحدي، أنا بخاف من أخوك ده. ما تخافيش، في فرق بيني وبينه، وفرق كبير وواضح قوي كمان. ردت قدر. أيوة، عرفت، عينك أنت زرقاء وعينه هو سودة. شطورة، شطورة يا روح قلب رعد. أنا لازم أخرج وهجيب لك هدوم من عند ملاك علشان لو حبيتي تنزلي، وبعدين هاخدك بالليل عشان نعمل شوبينج. ماشي، أنا هقعد هنا في الأوضة لغاية ما أنت تيجي، وأول ما تيجي نبقى ننزل تحت مع بعض. ماشي يا روح قلبي، هاتي بوسة بقى قبل ما أنزل. صباحية مباركة يا عريس. بصراحة أنت وقعت واقف يا ابن المحظوظة. عندك حق يا ابني، والله أنا لو لاقي عروسة زي دي ما أتأخر إني أتجوزها. ده أنا لو لقيت عروسة زي دي هتجوزها. اسكت يا موكوس أنت وهو. ألف مبروك يا أبي، ربنا يتمم لكم على خير. من حقكم تفهموا أنا اتجوزت البنت دي ليه، مع إنها كانت في بار في مكان مشبوه. البنت دي كانت في ملجأ، ولما تمت ال18 سنة وابتدى يحكي لهم كل حاجة. يا لهوي يا حبيبتي يا قدر، البنت كان ممكن مستقبلها يضيع. عندك حق يا ملاك، علشان كده قررت إني أحافظ عليها حتى من نفسي، علشان كده اتجوزتها بسرعة جدا. ربنا يبارك لك يا أبي، وبجد ألف مبروك. البنت شكلها طيبة قوي، واحدة واحدة هتاخد علينا، أصل هي ما بتتعاملش مع حد غيرك انت وبس. دخل رعد الأوضة وكان بيدور على قدر. يا قدر، قدر، انت فين؟ طلعت قدر من الحمام بقميص نوم لونه فيروزي وشكله يجنن عليها وبارز جمالها كمان وكمان. ايه ده، انت جيت؟ حمد لله على السلامة يا رعدي. ايه ده، ايه الجمال ده؟ تعالي اقعدي على حجري هنا علشان نتكلم. وحشتيني، وحشتيني قوي يا قلب رعد. ايه الجمال والحلاوة دي؟ على فكرة انا معرفتش انشف شعري وكنت مستنياك تيجي علشان تنشفهولي. وفعلا قعد ينشف لها شعرها وبعدين قال. بص يا قدر، انتي طول ما انتي هنا في الأوضة شعرك يكون مفروض عادي، لكن أول ما ننزل تحت لازم تربطيه، تمام؟ قالت له حاضر، وبعدين أخدها في حضنه وهي كانت مبسوطة جدا وبترتاح في حضنه قوي. تاني يوم دخلت لأوضة ملاك وخبطت على الباب وفضلت واقفة لغاية ما ملاك تستأذن لها تدخل.
ممكن أدخل يا ملاك؟ طبعا يا حبيبتي، اقعدي على ما اخلص مكالمة وبعدين اجيلك على طول. قوليلي بقى يا قدر، انت عارفة ان بكرة هيكون عيد ميلاد جوزك، عيد ميلاد رعد وعادل، وبصراحة انا ناوية اعمل عيد ميلاد كبير قوي. معقول؟ عيد ميلاده بكرة؟ طيب هنعمل ايه؟ وانا مش معايا فلوس اجيب له هدية، نفسي اجيب له هدية حلوة قوي. ما تقلقيش، انا هعرفك كل حاجة، وهعرفك ايه الهدايا اللي هو بيحبها، هخليكي تجيبيله احلى هدية ممكن يتخيلها في حياته. طيب يا ريت لو سمحتي تيجي معايا علشان نشتري له الهدية دي، اصل انا بصراحة معرفش اي حاجة، ومعرفش حتى اروح اي مشوار لوحدي. طبطبت عليها ملاك. يا حبيبتي، انت عارفة ان كان نفسي يكون عندي اخت، انا حاسة ان خلاص ربنا عوضني بيكي. ما تقلقيش، انت هتكوني معايا، وهنقضي بعد كده كل مشاورنا مع بعض، وهننزل انا وانتي كمان نعمل شوبينج مع بعض. وانا كمان حبيتك قوي يا ملاك، كان نفسي يكون ليا عيلة. الحمد لله ربنا عوضني بيكم، زوج واخوات. انا بحبكم قوي يا ملاك، واوعدك ان انا هكون مطيعة وهسمع كلامك ومش هعمل اي شغب. الساعة 12 بالليل بالظبط رجع رعد من الشغل، وأول ما دخل الأوضة شاف الهدية بتاعت ملاك اللي جابتها القطر، وهي قميص نوم أسود يجنن ولابسة خلخال. حطت إيديها على رقبته وهي بتقول كل سنة وانت طيب يا رعدي. مسكها من وسطها وقربها ليه، وكان بيقول لها ايه ده؟ ايه الجمدان ده؟ أنا حبيت أجيب لك هدية ويا رب تكون عجبتك. أصل الهدية دي رحنا جبناها أنا وملاك، وقالت لي إنك هتحب الهدية دي قوي. بصراحة الهدية باين عليها حلوة، بس لازم أجربها الأول. هتجربها إزاي؟ أنا بكرة بكرة الصبح هقولك إذا كانت عجبتني ولا لأ. بصراحة هدية جامدة، والخلخال طالع يجنن عليكي. قدرة كانت مبسوطة جدا إن الهدية عجبته، وصباح يوم جديد كان بيصحي قدر من النوم. يا مزتي، ايه يا مزة، قومي يا حلوة، قومي يا روح قلب رعد، صباح الفل، عايزين نعمل التجهيزات علشان العيد ميلاد، النهاردة هتكون ليلة. يو بقى يا رعد، عاوزة انام، مش قادرة اقوم. لا يا حبيبتي، لازم تقومي، وإلا هنكمل كلامنا بتاع امبارح. ها، تحبي نكمل ولا؟ لا 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 لا، اعتبرني خلاص صحيت وقمت اهو. يلا بقى علشان نجهز للعيد ميلاد. نزل رعد لعيد ميلاده وهو ماسك ايد قدر مراته، ووراها شريف وملاك وعادل. كان شكلهم يجنن وهما نازلين كلهم مع بعض ورقصوا، وكلهم كانوا مبسوطين جدا. وفجأة قدر قالت لشريف يلا يا شريف، جهز الهدية التانية بتاعتي علشان الرعد يشوف هديتي. شريف طلع ريموت وفتح شاشة عرض كبيرة، صور وهو وعادل من وهم صغيرين، وكمان أول ما اتولدوا، وفرح جدا بالهدية دي. كل سنة وانت طيب يا بص، انت أكبر مني بدقيقتين اتنين بس أنا بعتبرك أخويا الكبير. أنا كمان بعتبرك أخويا الصغير التافه. عموما يا سيدي كل سنة وانت طيب، واتمنى لك السنة الجاية تعقل وتتجوز زيي. أما قدر كان بيقول لها رعد ايه لما قلتليش دي الهدية الأولى، تحبي بقى أفرجهم على الهدية التانية؟ اتكسفت جدا ووشها أحمر، وبعدين أخدها على السلالم وكان بيقول للجميع وهي كانت في حضنه أحب أقول إني اتجوزت أحلى وأجمل بنت شافتها عيوني. أنا كمان مبسوطة إني اتجوزتك يا رعد، أحن وأطيب راجل في الدنيا كلها. بحبك يا رعد، بحبك من كل قلبي، بموت فيكي يا روح قلب رعد، وأتمنى إنك تكوني أم ولادي. ولحد هنا تكون نهاية رؤيتنا السعيدة، يا رب تكون عجبتكم. أتمنى لو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم إشعار أول ما ننزل رواية جديدة. وما تنسوش تشيروا الرواية الحلوة دي على الفيسبوك ومع كل أصدقائكم، وكمان تشجعوني في الكومنت وكلامكم الجميل اللي دايما بيسعدني، وتقولوا لي يا ترى حابين الرواية القادمة تكون بتتكلم عن ايه. ألقاكم في رواية جديدة يا أجمل إخوات في الدنيا، مع السلامة.